انتهى شأن الجزائر، وانتهت معه أحلام الجزائريين بالفوز باللقب بعدما حرموا المغرب من المشاركة. فكان الرد قويا من الكاف. هذا ما سنتتبعه في هذا الفيديو، لكن قبل ذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والانخراط في القناة ليصلكم كل جديد. بعد نحو شهرين من الانتظار، أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف السبت قراراتها بشأن ما حدث ببطولة إفريقيا للمحليين شان 2023 التي نظمتها الجزائر بين يناير وفبراير الماضيين، وغاب عنها المنتخب المغربي الحامل للنسختين السابقتين. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في يناير الماضي فتح تحقيق في الأحداث والتصريحات السياسية التي شابت حفل افتتاح إفريقيا للمحليين بالجزائر الجمعة، وذلك بعد تنديد المغرب بما وصفه ممارسات دنيئة وعبارات عنصرية. وقال كاف في بيان نشره على موقعه الإلكتروني وقتها إنه سيقوم بالتحقيق والنظر في البيانات والتصريحات السياسية في حفل شان الجزائر 2023 وتقييم ما إذا كان هناك امتثال للوائح وأنظمة الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم. كما قامت لجنة الانضباط بالنظر في قرار المنتخب المغربي بالغياب عن المشاركة في البطولة في اللحظات الأخيرة. وحسب بيان الاتحاد الإفريقي الذي صدر السبت، فقد خلصت اللجنة إلى أن منتخب المغرب لم يتمكن من السفر والمشاركة في الشان بسبب ملابسات خارجة تماما عن إرادته، وبالتالي فإنه لن تفرض أي عقوبة من أي نوع على الجامعة الملكية المغربية. وفي ضوء ذلك رفضت اللجنة أيضا طلب التعويض من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وغاب المغرب عن البطولة في ظل إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021. وكان الاتحاد المغربي رهن مشاركته بالسفر في رحلة مباشرة إلى مدينة قسنطينة الجزائرية على متن طائرة مغربية. وتضمن حفل الافتتاح الذي احتضنه ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة الجزائر إلقاء حفيده شيف زولي فوليل خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء المغربية، وهو النزاع الذي يسمم العلاقات بين المغرب والجزائر منذ عقود، إذ قال: دعونا لا ننسى أن آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء المغربية، لنقاتل من أجل الصحراء. وكان قرار الكاف بهذا الشأن أنه لا ينبغي تحميل المسؤولية للاتحاد الجزائري، معتبرا أنه لا يمكن توقيع أحكام المسؤولية الصارمة ولا ينبغي تطبيقها بعد الكلمة التي أدلى بها حفيد مانديلا. لكن البيان نبه جميع الاتحادات الوطنية بما في ذلك الاتحاد الجزائري مستقبلا بإمكانية تطبيق عقوبات المسؤولية بالإنابة والمسؤولية الصارمة في حالة صدور أي بيان سياسي صادر عن طرف ثالث خلال أي مسابقة أو حدث رسمي مقبل للكاف. وتعليقا على هذا الموضوع، فقد سجل أحد الأساتذة في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه من الواجب الإشارة بداية إلى أن المملكة المغربية تظل وفية لعقيدتها الدبلوماسية الواضحة القائمة على التعاون المشترك ومبدأ رابح رابح، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وما رافقه دليل واضح على ذلك. قرار لجنة التأديب والانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاء منصفا إلى حد ما بالنسبة للمملكة المغربية، لأنه لم يغرم ولا يدن عدم مشاركة المغرب.
مؤكدا أن الهيئة الكروية القارية اقتنعت بالدليل الملموس وبحضور رئيس الفيفا والكاف بأن المنتخب الوطني منع لأسباب سياسية واضحة. لغة البيان الصادر عن الكاف ولجنته سليمة ومتوازنة في حق المغرب، إلا أنها أفادت في قرارها الثاني بأن تحمل الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضمنيا مسؤولية الخطاب العنصري الذي ألقاه حفيد مانديلا بإعاز من حكام الجزائر. كل ما قامت به الأجهزة العسكرية الجزائرية من أجل ضرب المغرب تحت الحزام، مستغلة هذه التظاهرة الرياضية حصدت فيه سوى الريح والأشواك فقط، عازيا ذلك إلى أن سمعة هذا البلد الذي يفترض فيه حسن الجوار تظل على المحك دوما وفي مستويات متدنية إقليميا ودوليا، فضلا عن سمعة ومشروعية حاكميه بعد صرفهم ملايير الدولارات من أجل ضرب المغرب ومصالحه. وختم الأستاذ الجميع بأن الأطروحة الانفصالية التي تقودها الجزائر وتروج لها بأموال الشعب الجزائري وصلت إلى طريق مسدود وباءت بالفشل بعدما ارتد السحر على الساحر، مقابل اختراقات ونجاحات دبلوماسية للمملكة المغربية على جميع الأصعدة، لا سيما الانتشار القوي لثقافة التسامح المغربي في جميع أنحاء العالم من خلال مونديال قطر 2022. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخص رئيسها فوزي القجع عبرت عن عدم رضاها من القرارات الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية للعبة بشأن التجاوزات التي شهدتها بطولة إفريقيا اللاعبين المحليين الشان بالجزائر. وقال رئيسها في تصريح إذاعي: إن قراراتها الأخيرة لم تكن منصفة بالمرة، وذلك بعد توصلنا بها والتحقيق فيها. مردفا لذلك استكملنا إجراءات ملف الطعن والاعتراض عليها أمام لجنة الاستئناف التابعة للكاف كما يخول لنا القانون. وأضاف: يقبل المغرب بالهون عالميا، وهو أمر لن يمر بدوره مرور الكرام، ثم لن نتنازل عن حقنا إزاء ما حدث في حفل الافتتاح من شخص فاقد للشرعية والذي استهدفنا مضمون خطبتي بصفة مباشرة. ورد فوزي الأقجع يأتي ساعات قليلة بعد صدور بلاغ الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف، والذي اكتفت فيه بما سبق. الاتحاد الكروي القاري الذي عاد إلى البيان الذي تم الإدلاء به خلال حفل الافتتاح شان في 13 يناير الماضي من طرف حفيد نيلسون مانديلا، والذي طالب من خلاله برفع السلاح على المغرب لتحرير الصحراء، حيث أكدت كاف في هذا السياق إن هيئتها التأديبية حققت في الأمر، وبعد فحص شامل لجميع العناصر والأدلة المتاحة اعتبرت أنه لن ينبغي تحميل المسؤولية بالنيابة عن الاتحاد الكروي الجزائري، وأنه لا يمكن توقيع أحكام المسؤولية الصارمة ضده. وجدير بالذكر أن علاقة التوتر قائمة منذ الأحداث التي شهدها تنظيم الجزائر لبطولة الشان بين رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي وفوزي الأقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص موقف الجهاز الكروي القاري من الانفلاتات التي عددها الطرف المغربي في شكاية أولى رسمية، كما عاد إلى سردها في طلب الاستئناف الأخير. وإلى اللقاء.